ممكن مولودية الجزائر ولا شباب الوزداد يفوزوا برابطة الأبطال؟ انا ما نقدش نفسي. انا قلت عندها عامين ولا ثلاثه انا نقول هذو اللي راهم يحلموا يديوش رابطه الابطال الافريقيه، نقول لهم انتم حاولوا، يعني حاولوا، ما تدريش هذه كره القدم ما فيش، لكن بعيده بزاف عليكم، بعيده عليكم من مشاريعكم الفنيه. هذه مشاريع محليه فقط. فوزوا على بعضاكم وعرضوا العضلات تاعكم على بعضاكم فقط. شباب الوزداد اللي دا 4 بطولات متتاليه، ولكن البرا ما راح يدير والو. يا كامل راكم سمعتوا التصريح هذا المدرب في وقته عنده مده من اللي هدر التصريح هذا وقال باللي الانديه الجزائريه راهي بعيده كل البعد على التتويج برابطه الابطال الافريقيه. الوقت اللي هدر فيه الفيديو هذا اغلبيه الانصار تاع الفرق واغلبيه المشجعين في الجزائر قال لك هذا المدرب راه يهدر برك وعنده مشكل مع الفرق على هذه اللي راه ينتقد فيها وعلى هذه اللي راه يهدر في الكلام هذا على خاطر ما تصحلوش باش ينطريني في الجزائر. في الاخير ظهر باللي هذا المدرب هو اللي عنده الحق وحنا اللي غالطين. حنا اللي كنا نديروا لي كومونتير عليه وكنا نقولوا زكرينيو لقبنا يعني بالالقاب متعدده. المهم اضحى مع الوقت باللي هو اللي عنده الحق وكان أدرى القوانين اللي راهي دايرتها الاتحادية الجزائرية على الفرق الجزائرية المشاركة قاريا. انت درك نهضروا كرة القدم ونهضروا الواقع ونهضروا اللوجيك بعيد عن مستوى تاع فريق شبيبة القبائل ومستوى مولودية الجزائر. احنا انا شخصيا تأثرت بالنتيجة تاع شبيبة القبائل، ما كنتش متوقع انه ننهزموا برباعية صراحة، رغم انه تشكيلة ضعيفة ورغم انه عندنا فريق ضعيف شوية خاصة الأظهرة خاصة الهجوم، بصح ما كنتش متوقع صراحة أنه ننهزم برباعية، يعني هكذا باش نكونوا واقعيين. حتى مولودية الجزائر ما كانتش يعني أنصارها نظن ما كانوش دايرين في بالهم بلي راح يخسروا مع الهلال السوداني، يعني كل واحد يتبع الفريق تاعو وكل واحد على باله بالمستوى تاع الفريق اللي عنده. المهم حنا نتكلموا نهدر على الكلام اللي قالوا نور الدين زكري، قال لك شطاروا غير مع بعضاكم، هو كلام معقول نورمال في شامبيون نتاكلوا مع بعضنا، هذاك يربح هذاك ورايح، بصح بيناتنا يا جماعه كي تشوف الاهلي المصري ولا الترجي التونسي ولا الوداد البيضاوي ولا يونغ افريكانز ولا سانداوز ولا عندهم اكثر من 30 اجازه افريقيه يا ناس، اكثر من 30 اجازه افريقيه، وانتايا عندك 4 فرق جزائريه رايح تشارك في المنافسه القاريه المخير فيهم عنده 19 اجازه افريقيه، 19 اجازه افريقيه يا ناس هذه. ومن بعد من بين هذوك الاجازات كل شهر ولا كل خاصة ضر كيما راهي كاس العرب يجي يديلك للمنتخب الوطني 5 لاعبين ولا 6 لاعبين اساسيين في الفريق نتاعك ومن ركائز تاع الفريق نتاعك ويديهم بالسيف، يعني ما عندك حتى هضره لانه المنتخب الوطني الجزائري، وهذه كامل معروفه باللي المنتخب الوطني الجزائري لا يرفض اطلاقا، يعني هذه إلا إذا كان الناخب الوطني شاف باللي يعني هذاك اللاعب ولا الفريق هذاك راهو بحاجة مسأل هذا اللاعب يقدر يسرحوه ويقول له روح تلعب مع الفريق تاعك. مي المنتخب الوطني لا يرفض، يديلك 5 ولا 6 لاعبين في فترة في الفترة اللي انت راك تشارك فيها قاريا، هنا يرحم بابك وزيد من الفوق يفرض عليك انك ما تجيبش لاعب اجنبي اكثر من 1,000,000 يورو. يعني هنايا يرحم بابك قول لي كيفاش راح تقاوم ولا كيفاش راح تواجه الانديه الافريقيه ولا كيفاش راح تواجه الاهلي ولا الترجي ولا غيرهم في القاره الافريقيه ولا في منافسه كرابطه الابطال الافريقيه. هنا نقدر نقول لك باللي حتى البارسا حتى الريال يروندي بهذه القوانين، يروندي ما يقدرلكش بهذه القوانين، باسكو حنا البطوله ضعيفه لدرجه ما يتصورهاش العقل، وزيد من الفوق يدير لك قوانين كيما هذو. يعني هنايا اسمح لي يا اخي ماشي الاهلي ماشي الشبيبه وماشي المولوديه وماشي سيار اللي راح يقاوموا لك مع الفرق الافريقيه. حنا نهضروا برك باسكو مانيش مبرر ونقول بلي عندنا فريق مليح ولا فريق، لكن الحقيقه تقال في كاع الانديه الجزائريه. دوك الناس كاين اللي يجي تعليقات يقول لي الوفاق من قبل دارها واتحاد العاصمه فازت على الاهلي في كذا وكذا، حنا قعدنا غير لهذه الامور، حنا قعدنا درك نشوفوا غير الماضي من بينهم حنا زركاش انصار شبيبة القبائل. حنا دوك كرة القدم
كرة القدم دركا تبدلت بزاف. حنا قعدنا غير حنا افريقيا عندها مواليها ونستشفاو مع بعضانا ونضحكوا على بعضانا وما زلنا شادين، يعني كما عقلية المنتخب الوطني في 82 ربحنا الالمان في 82 شغل ما زلنا غير هكذاك. حنا كرة القدم راهي تتطور والمجالس تاع الاداره تاع الانديه راهي تتطور وتديفلوبا وتمد صوره جميله للفرق تاعهم. حنا لا الشعبويه، التصريحات العشوائيه، يعني تشوف العجب في كرة القدم الجزائرية. سي بورصا اللي ما نقدروش نقاوموا الفرق الافريقيه والفرق الجزائريه، الفرق الكبيره في افريقيا. انا هذه قلت لك ما حبيتش نهضر بعد المباراه لاني صح كنت متاثر بالنتيجه، وباش كرة القدم الجزائريه ولا المستوى تاع كرة القدم الجزائريه اللي راهو مريض لازم يتسرح، ولازم كيما نقولوا حنا يطلع النيفو تاعو باش تقدر وتنحوا لنا القوانين هذو، لانه الفرق راهي عندها شركات وشركه دبر راسها تسقف لها الاجر ولا ما تسقف لهاش. هي شركه خاصه تسقف لها ولا ما تسقف لهاش. حنا ما فهمناش هذه تسقيف الاجور هذه اللي راكم دايرينهم، تسمع بها غير في الجزائر. تسقيف الاجور تمد جوار ما يستاهلش حتى 10 ملايين ولا 20 مليون، تجي تقول لي انت سقف له الاجر. ما سقفلوش الاجر، خليه يلعب، خليه نمدلو ونشوفوا رايح بها. ومن بعد احنا قعدنا، هذه هي اللي خلاتنا نشوفوا المهازل الافريقيه، المهازل الكرويه قاريا ولا غير تبهديله. يعني ما هذه برك هذه النقطه برك تاع زكري كيهضر ما غلطش. يعني زكري كي قال الكلام كان على باله واش كان يهضر، وربي يجيب الخير للفرق الجزائريه قاريا ان شاء الله. السلام عليكم.